اللي انا قلته هو اللي حصل مع اختلاف النتيجة بس. انت شايف صلاح ومرموش دلوقتي ما شاء الله عليهم، الله اكبر، الاتنين ضيعوا ضربات الجزاء، حاجة في منتهى الجمال. خسرنا من نيجيريا. انا مش قلت لكم ان حسام حسن هينزل الماتش ما عندوش حاجة يخسرها، هيلعب هجوم بحت او هجوم ودفاع بشكل متوازن، وعمل كده وطلع مين اللي صح يا كابتن حسام؟ احنا طلعنا صح، كان عندنا حق. انت كنت جبان، ولما لعبت راجل وما خفتش فرقت معاك جامد جدا. النهارده لعيبه نيجيريا انت بتتكلم معاهم، نيجيريا اللي بالنسبه لي انا اقوى من السنغال اصلا، انت بتتكلم معاهم وبتاخد وبتدي وبتهاجم، هما بيهاجموا وبتدافع وتوقف الخطوره بتاعتهم وعارف تتكلم. كابتن مصطفى شوبير الحمد لله اخيرا، حد لما قعدوا تتريقوا عليا برضو وتقولوا لي روح صد مكان الشناوي. طب ايه، شايف مصطفى شوبير عامل ازاي؟ شايف ان اي حد احسن من الشناوي؟ عرفت خلاص؟ ده اللي كنت بتكلم فيه. الشناوي بره، لعيب كبير، لعيب من بدري قوي ما هو في الاهلي، باين ان هو ما بقاش واثق في نفسه زي زمان، باين قوي ان هو خلاص بقى مهزوز، السن ليه عامل، كل حاجه ليها عامل. خلاص شناوي كفايه انف، كتر خير ان هو قرر يعتزل، بس ده كان المفروض يبقى من زمان قوي. صلاح نص نص، مش مقنع بصراحه برضه، بس الفرقه بشكل عام كويسه، التشكيل كويس النهارده، اللعيبه كلها كويسه، اللعيبه كلها بتهاجم، كل واحد بيعمل اللي عليه، ما بقاش عليك ضغط، يعني ابو الضغط اللي بيحطنا في المواقف اللي زي الزفت اللي زي كده. انا عارف ان انت المفروض احيانا تضغط تطلع احسن ما عندك. طب احنا كمصريين كان نفسنا والله نشوف يعني الطار بتاعنا بيتاخد من السنغال، والله العظيم كان نفسنا. الفكره ان انتوا في الملعب حتى ما كنتوش مبينين ده، انتوا كنتوا ده، انت حتى صلاح بعد الماتش قعد يسلم ويضحك على مع ماني والدنيا جميله. خلاص ما بقاش عنده امل في الفرقه، ولا حد عندهم امل في الفرقه خلاص. طب ليه ما كنتش بتلعب كده من اول البطوله يا كابتن؟ ليه كنت ماتش تلعب كده وماتش لا، ولما جيت في الماتشات بقى اللي هي ايه دور خروج المغلوب بدات تلعب بالقرف ده؟ الكوت ديفوار كنت كويس، كنت كويس وخدت ثقة بسبب مرموش لما قطع الكرة وراح جاب جون. السنغال عشان مختلفة ما عرفتش تعمل كده قدامها، بس خفت. ليه خفت؟ مع انها كانت فرقة ضعيفة وعادي يعني تكسبها عادي. فده اللي هنتكلم فيه يا جماعة، انت كان ممكن تلعب كورة من اول البطولة ثابتة، تكسب تخسر مش اشكال، يا عم اخسر يا عم، يا عم اخسر بس تبقى مشرف. والله احنا كجمهور نقول والله انتوا لعبتوا كويس، والله رجالة. افتكرت جملة كده كان قالها كرويف زمان، قال لك اكسب 5-4 احسن ما اكسب 1-0. تلعب كورة اخسر 5-4 احسن ما اخسر 2-0 مثلا، او 1-0 وابقى مش موجود. العب وتعالى وروح، خليك موجود في الماتش. ده اللي احنا كنا عايزينه، هي دي الكورة اللي ناقصة مصر يا جدعان. يعني طول عمرنا بنشوف الدفاع والكور الطويلة، احنا مش هولندا يعني، وحتى هولندا مش ناجحة اصلا في الحوار ده دلوقتي. فانا كان نفسي اعرف ليه مش من اول البطوله ما لعبتش كده، اللي انا قلته هو اللي حصل. نزلت الماتش وقاعد بتهاجم، ونيجيريا برضه بتهاجم وعارف تتكلم معاها، وادائك مشرف، وداخل على اكسترا تايم ومش داخل على اكسترا تايم والدنيا تمام، وعارف تتكلم معاهم. صح جابوا فيك جون بس اتلغى، بس انت برضه بتروح، انت مشكل خطوره خايفين منك. والله العظيم لو كنا لعبنا نص الاداء ده، نص اداء ضد السنغال، كان زماننا في حته تانية، والله كان زماننا دلوقتي في النهائي. بس هنقول ايه بقى؟ لا عين ترى ولا اذن تسمع للاسف. فيعني حاجه تحزن. نفسي يا جدعان كل الناس، يعني اعتقد ان المسؤولين في الكره المصريه عارفين الكلام ده، يعني اللي انا بقوله ده. يعني بتدافع ليه بتهاجمش ليه؟ ما عندكش قلب ليه؟ الكره محتاجه قلب، اي حاجه في الدنيا محتاجه قلب. ما ينفعش تبقى خايف، ما ينفعش تبقى جبان. لو خايف ما تلعبش، لو خايف ما تلعبش اي حاجه ولا تعمل اي حاجه. ما ينفعش تلعب جيمز وانت خايف، ما ينفعش تلعب ماتش وانت خايف، ما ينفعش تعمل اي حاجه وانت خايف. الخوف ده حاول تقتله بايدك او تحجمه، او تستخدمه صح ان هو يخليك تأدي وتاخد اللي انت عايزه، مش ان هو ينزلك تحت ويهدمك. فالواحد بصراحه متضايق، الواحد كان نفسه فعلا منتخب بيوصل لحاجه وما كانتش تبقى متوقعه. وهتقول لي انت ما كانش متوقع ان انت توصل اصلا ومش عارف ايه، هقول لك عادي. طب ما المغرب في كاس العالم ما كانش حد متوقع خالص انها توصل لمركز ثالث ولا رابع كاس عالم، يعني هو اصلا بتبقى احلى وانت مش متوقع كده. واخواتنا المغاربه طبعا انتوا برضو مصرين تكملوا في الحوار اللي انتوا تبقوا بتشجعوا اي حد بيلعب ضدنا. بعض الناس كده بصراحه مش فاهمكم، فبراحتكم بقى انتوا يعني حرين. حاجه في منتهى القرف بصراحه. لما كانت البطوله عندنا ما حدش فينا عمل كده اظن، الحمد لله عشان احنا ناس محترمه وشعب محترم. ده كان تعليقي على الماتش،
وكان تحليل سريع كده، الحمد لله على كل حال. وأتمنى الفترة الجاية أشوف تغيير في المنتخب، تغيير بقى جذري، جذري تام. مش لازم نشيل حسام حسن، بس أنا شايف إن المفروض حسام حسن يكمل. هو بيجرب، سيبوه يجرب وهيوصل للطريق الصحيح. أنا شايف كده. الراجل ده هيختار في مرة أسلوب وهيمشي عليه، وأنا شايف إن هو هينجح. مصر ولادة، ومصر عندها لعيبة كتير أوي حلوة. وبصوا يا جدعان على النوادي، بصوا على الناشئين، وبصوا على عندك مثلا بره مصر لامين يامال وجافي وبدري طلعوا منين؟ ما طلعوا من الناشئين من لاماسيا. بصوا على الناشئين عندنا، بصوا على الناس دي، يعني أعطيهم وقتكم شوية يعني. هتلاقوا حاجات نماذج انتوا ما كنتوش تحلموا بيها وهتفيدكم. هتفيدكم. هتلاقي بقى باك رايت محترم، هتلاقي مدافع عصر جديد، هتلاقي باك رايت عصري او باك شمال عصر جديد برضو، هتلاقي نص ملعب يعني مثلا زي بوسكيتس، هتلاقي انا متأكد. هتلاقي مهاجمين محترمين، هتلاقي وينجات كويسة، هتلاقي كل حاجة، هتلاقي برضو مديرين فنيين كويسين. الموضوع في العقلية بس، يعني عايزين عقليات نضيفة ولاعيبة مهارية في نفس الوقت. فإحنا 120 مليون، في كتير أوي بيلعبوا كورة، فهتلاقي مننا كتير. فأتمنى إن المسؤولين يبصوا شوية على الناشئين، ويبصوا على الإمكانيات اللي عندنا في مصر، إنها تستاهل فرصة بصراحة، وتستاهل إنها يتبص عليها. فبس، وأتمنى كل الخير للمنتخب الفترة الجاية. وكده رحلتنا خلصت مع منتخب مصر. كان بيمتعنا والله، يعني كنا بنستمتع إن إحنا نتفرج على المنتخب. أي نعم هو بيشلنا، بس يعني كنا بنستمتع برضه. نستناهم في كأس العالم. أتمنى بقى يعملوا حاجة مشرفة، حاجة تليق شوية. مش لازم يعني، طموحاتنا مش كبيرة أهو، بس نتمنى يفاجئونا بأداء، بس نكسب، نلعب نكسب. مش لازم نخش جوه، مش لازم يعني نكون البرازيل ولا الأرجنتين، لا، بس يعني نلعب كويس، نلعب هجوم ودفاع. يا كابتن حسام بعد إذنك العب بنفس الأسلوب ده وأحسن كمان من كده في كأس العالم. ثبته ثبته ثبته، حتى لو هتخسر ثبته برضه بعد إذنك، وبعد إذن أي حد بيتفرج. ده أتمنى ده يكون صوتك برضه زي كده. وإن شاء الله نأدي أداء مشرف في كأس العالم، ونشوف الماتشات الجاية بتقول إيه. وهحرق لكم ماتشات جاية، ما تقلقوش. ماتش برشلونة وريال سوسيداد هحرقه إن شاء الله. هحاول يعني، لو ما لحقتش أحرقه أبقى أحرق لكم الماتش اللي بعديه بقى، أو أي ماتش مهم يعني. وقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، وانتوا شايفين هل رأيكم من رأيي، واكتبوا لي عايزين أحرق لكم ماتش إيه، عشان أنا طلع توقعاتي صح أهو. إن شاء الله خير. سلام.